عزيزي المشجع الجميل، هو في ايه؟ احنا يا جدعان ما بنلحقش ناخد نفس بالراحه شويه. هي مالها الاحداث كده كله ضرب يعني ما فيش شتيمه شويه؟ ايه ما مش عارف والله ايه اللي حصل وايه اللي جرى، ولكن صحينا النهارده على خبر بوقف برنامج الكابتن احمد شوبير وانهاء تعاقده مع قناه اون تايم سبورت. لو جيت تبص كده على المشهد وايه هي الاسباب اللي تخلي الموقف يوصل للدرجه دي، خليني اقول لك النهارده انا ولا بدافع ولا بهاجم ولا باي حاجه، انا جاي اشرح لك الاسباب من وجهه نظري بس، من قراءه الاحداث والاطراف والكلام ده كله، وايه اللي حصل وايه اللي جرى خلال الفتره الاخيره بعد طبعا الله يرحمه احمد رفعت واللي حصل واللي جرى ودخول او طرح اسم الكابتن احمد شوبير من ضمن الناس والكلام ده كله. طلع هجوم كبير عليه من الناس على السوشيال ميديا ومن الجمهور وغضب، وفي كانت في ناس بقى محوشه ومش عارف ايه، كله طلع غضبان عليه بشكل كبير جدا، وده اللي خلى وطر الكابتن احمد شوبير. وده السبب الاول، انه يطلع على الراديو على اون تايم اف ام ويتكلم ان هو هيقدم بلاغات ضد الناس اللي هاجمته وضد الناس اللي اتهمته والكلام ده كله، وان هو هيقدم بلاغ وهيعمل فيهم محاضر في النيابه. وهنا اداره اون تايم شايفه ان لا، المفروض ما تطلعش تتكلم، المفروض دي حاجه شخصيه ما تطلعش تقولها على الراديو، ودي يمكن اول سبب. وبالفعل لو جيت تبص لها هم عندهم حق لو ذلك حدث، لان الكابتن احمد شوبير هو يمتلك حسابات على السوشيال ميديا كبيره، يمكن صفحته على الفيسبوك معديه ال 5 مليون، وايضا على تويتر مش عارف كام مليون، وعلى فاذا انت راجل عندك جمهور كبير، تقدر تطلع على الناس من خلال السوشيال ميديا الخاصه بيك وتتكلم على حاجه تخصك. ودي شيء انا من وجهه نظري ابص لها انه ده صح تماما، ان المفروض ما تدخلش الحاجات الشخصيه في الشغل العام وشغلك للجمهور. ان طالع على اون تايم او تطلع على برنامجك عشان خاطر تخاطب الناس زي ما انت قلت يا كابتن ان البرنامج للجمهور، سواء بقى على الراديو سواء على التلفزيون، فان البرنامج ده ملك المشاهد، فالمشاهد يهمه يعرف او المستمع يهمه يعرف ايه هي المواضيع الرياضيه واللي تخص المواطن بشكل عام بالنسبه للجزء اللي حضرتك بتقدمه الا هو الرياضه. اما بقى الجزء الثاني، وبصراحه اللي لما تيجي تبص كده الموضوع بتاع اللاعيبه شهد واللاعيبه جنه واللي حصل ما بين سباق الدراجات، يمكن انا مش لامم قوي بالموضوع، ولكن لما تشوف الفيديو والحادثه اللي حصلت ما بين اللاعبتين يعني بصراحه حاجه غير اخلاقيه تماما، لانه واضح جدا ان فيها تعمد وفي ايذاء واضح ومتعمد جدا من اللاعبه ضد صاحبتها، انها توقعها بالشكل ده وتدخلها في مشاكل صحيه كبيره لدرجه انها تفقد الذاكره ومش عارف ايه، وحصلت لها تدهور في الحاله. طلع الكابتن احمد شوبير بعد ما تم اختيار اللاعبه ديت ان هي تمثل مصر في الاولمبياد وهي شهد، طلع الكابتن احمد شوبير بيدافع عن المسؤول اللي خد القرار دوت، وان لا ما تستسلمش للسوشيال ميديا والسوشيال ميديا دي مش عارف ايه وكذا. والكابتن احمد بيتكلم بنرفزه وغضب كبير جدا، وان السوشيال ميديا مش هتتحكم فينا. يا كابتن حضرتك ما ينفعش تقول كده على الناس اللي بتتابعك، الناس اللي معاك، انك تهاجمها بالشكل الكبير ده حتى لو كانوا بينتقدوك. المفروض ان انت واحد من الناس الموجودين على السوشيال ميديا، انت بقول لحضرتك حساباتك معديه الملايين، فبالنسبه لك جمهورك بنسبه كبيره جدا تتعدى ال 50% على السوشيال ميديا، صح ولا لا؟ فانك تطلع تهاجمهم بالشكل اللي يعني بصراحه والنرفزه والعصبيه اللي انت كنت فيها دي، ده بصراحه ما يعجبش اي حد تماما. وده يمكن سبب تاني من اسباب التحقيق مع حضرتك ووقف البرنامج، ان لم يكن بقى في حاجات تانية احنا مش دارينها واحنا مش شايفينها. بس هنا انا طالع بوضح لك السببين اللي ممكن يكون الكابتن احمد شوبير بسببهم البرنامج بتاعه توقف. طيب ده هل يقلل من قدر احمد شوبير كاعلامي؟ بص، على مستوى الاعلام احمد شوبير بصراحه يعني جامد جدا في حته الاعلام وحته انه يحاور حد ويجيب خبر ويجيب سبق والكلام ده كله محدش يقدر ينكره. اما في اخطاء ففي النهايه هو بشر وبني ادم بيغلط وبيصيب وعادي جدا، ومن حق الجهات انها تحقق معاه او الناس المسؤوله عن القناه ان هم شايفين ان ده محتواهم هم المفروض يقدموه ازاي، فبالنسبه لهم عادي مفيش مشكله. بالنسبه لنا يمشي يقعد انا ماليش فيه، يعني انا ما بعرفش، هو حر في النهايه، هو اعلامي عنده كفاءه عاليه في الاعلام محدش يقدر ينكرها، تتفق معاه في مواقف تختلف معاه في مواقف، مفيش ادنى مشكله في الكلام ده كله، ولكن في النهايه مشيه من عدمه، في ناس فرحانه في ناس زعلانه، كل واحد وله راي. وايضا في كلام تاني عن وقف برنامج ابراهيم عبد الجواد. قبل ما اكلمك عن وقف برنامج ابراهيم عبد الجواد وايه اسبابه، خليني اقول لك مين هو البديل للكابتن احمد شوبير. من وجهه نظري ان ممكن بنسبه كبيره جدا يكون هاني حتحوت هو البديل. هاني حتحوت احنا عارفين ان هو متعاقد مع المتحده للاعلام بس في الراديو فقط على
اون تايم سبورت اف ام، فهو بيقدم برنامج في الراديو، فممكن يكون هو بديل للكابتن احمد شوبير خلال الفتره اللي جايه. ولان كمان شعبيه هاني حتحوت الفتره اللي فاتت خاصه بعد المكالمه اللي عملها والحوار اللي عمله مع الاستاذ وليد دعبس، والشعبيه بتاعته اللي كبرت بشكل كبير جدا وعجب الناس في المكالمه، وبصراحه هو قدم شغل مهني بشكل كبير جدا من خلال المكالمه دي، بصراحه يشكر عليها يعني محدش يقدر ينكرها. ولكن هو من وجهه نظري هيكون اقرب ويكون بديل لاحمد شوبير. احمد شوبير يروح فين يجي منين ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. اما بقى قصه ابراهيم عبد الجواد، ابراهيم عبد الجواد نزل على صفحته بعد الحلقه اللي عملها والكلام اللي قاله عن هيئه استاد القاهره. خلينا اكلمك ان ابراهيم عبد الجواد في قضيه احمد رفعت ما اتكلمش كتير وما توغلش، لان دي سياسه القناه او سياسه الشركه، فخلاص هم شايفين ان انت النقاط دي ما تتكلمش فيها قوي، مع انها برضو من الحاجات اللي تهم المواطن وتهم الشارع الرياضي بشكل كبير جدا، بس ما علينا هو الراجل ما اتكلمش فيها بشكل كبير وما تعمقش فيها قوي. ولكن في الحته بقى الثانيه وهي استاد او هيئه استاد القاهره والشخط والنطر اللي ابراهيم طلع اتكلم فيه، اولا لو جيت تتكلم هو اعلامي بيقدم دوره، ان شايف ان في خلل ما من موظف مسؤول عن هيئه استاد القاهره ان هو يطلع يرد على مدرب اجنبي بشكل وتصريحات بصراحه يعني تضرنا احنا كمصر. يعني انا بتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في هيئه استاد القاهره وما قاله الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس الاستاد. فاذا الراجل لما طلع واتكلم بعصبيه ايضا جاب حاجات متصوره بموبايله وقام عارضها على الشاشه من ضمن هيئه استاد القاهره، وقال لك بقى خلاص انت راجل بتتكلم ان مفيش طب تعالى بقى خد الشويه دول. ده ما عجبش المسؤولين داخل الشركه، لان لو جيت تتكلم عن السياسات انا ما اعرفهاش، السياسه الداخليه للشركه المتحده وقناه اون والكلام ده كله ما حدش يفهمها. فبالنسبه للاعلام ده اظن على ما اظن يعني انه برده ما ينفعش ان انا اروح اصور حاجه بتليفوني انا مش واخد بيها اذن والكلام ده كله وارجع ارفعها، فممكن يكون ده سبب ايضا لوقف برنامج ابراهيم عبد الجواد والتحقيق معاه. ابراهيم عبد الجواد اي نعم نزل على صفحته وقال لك ان انا في اجازه، بس زي ما بقول لك الموضوع والاخبار كلها طالعه ان برضو في تحقيق مع الراجل. هينتهي على ايه ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش تابعنا يا ريت تابعنا. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.